لو انت في علاقة عاطفية مع شخص ومش عارف تاخد قرار اذا كنت هتكمل معاه ولا هتنفصل عنه ومحتار جدا، اليك 3 مقاييس هيساعدوك انك تاخد القرار بشجاعة بما يتناسب مع منفعتك الشخصية رغم صعوبة الامر. اول مقياس معانا مش هقولك راحتك، لا انا هقولك عدم راحتك. اسأل نفسك سؤال واحد: هل انا عدم راحتي وألمي في وجوده اكتر ولا في عدم وجوده اكتر؟ يعني ببساطة، هل انا وجوده في حياتي هيكون اصعب من عدم وجوده في حياتي؟ وإجابتك على السؤال ده هتكون بناء على عدة عوامل، منها القبول، الأمان، المواقف اللي بينكم. وما تتوقعش انك تلاقي نتيجة فورية، لان السؤال ده هتكون اجابته صعبة انك تحلها دلوقتي، ولكن اسأل نفسك باستمرار، حفز عقلك، هتلاقي عندك معطيات، هتلاقي نفسك انت بتقدر تاخد حكم بشكل اصح عما لو انت بتاخده دلوقتي. المقياس التاني، اسأل نفسك سؤال مهم: هل هو بيحبك ذاتيا ولا بيحبك نفعيا؟ طبعا في فرق كبير جدا ما بينهم. اللي بيحبك ذاتيا هو بيحبك علشان شخصيتك انت، فبالتالي هيكون متقبلك بمعدل اعلى بكتير جدا من اللي بيحبك بشكل نفعي. وبرضه اللي بيحبك بشكل نفعي مش شرط يكون استغلالي او مادي. الموضوع هنا برضه ليه عدة عوامل: مستواك المادي، مستواك الاجتماعي، هل في اصلا الموضوع القرايب. فهتلاقي الشخص اللي بيحبك حب نفعي هيضطر ان هو يرضيهم عن طريق ارضائه ليك. وهنا بتكون الحسبة معقدة شوية، لأن اللي بيحبك حب ذاتي عنده معدل عالي جدا من التقبل، فإذا أي تغيير أنت في شخصيتك، في ظروفك، في أي حاجة، هو متقبلك. ولكن في حالة إن الشخص بيحبك حب نفعي هيضطر إن هو يرفع توقعات عليك، فأنت تلاقي نفسك التوقعات دي بتدي لك ضغط إن أنت عايز تطلع بنفس الصورة اللي هو عايزك بيها على طول، فهو ممكن يبالغ في التوقعات فيضطر إن هو يجيله إحباط، فأنت لما تلاقيه أحبط منك فبتحس إن أنت عندك نقص ذاتي، فبتلاقي نفسك واقع في دوامة، أنت مش في علاقة سوية، أنت في علاقة فيها معقدات. فاسأل نفس السؤال: هو بيحبني حب ذاتي ولا حب نفعي؟ المقياس الثالث والأخير وهو: هل هو بيضيف ليك أم أنت الذي تضيف له؟ في حالة إن هو بيضيف ليك أكثر وإضافته دي بناء على تقبله ليك وحبه الذاتي ليك، ده بيكون مؤشر كويس جدا إن أنت الشخص ده هتكون معاه في معدل أمان ومعدل تفاهم ومعدل راحة أعلى بكتير جدا. ولو في حالة اللي أنت اللي بتضيف ليه أكثر بس هو ما عندوش المقدرة إن هو يضيف ليك زي ما أنت بتضيف ليه، يعني هو عنده الرغبة إن هو يديك المقابل زي ما أنت بتحبه، ده كويس. ولكن تقع المشكلة هنا عندما أنت بتكون مفرط في العطاء بما إنك شخص محب، بس الشخص اللي قدامك مش بيديك العطاء ده علشان عطائك ليه بقى حق مكتسب، شايف ان هو مش مضطر ان هو يبادلك اياه. يعني بدون تعقيد اسأل نفسك سؤال: انا بضيف ليه بحب وهو بيقدر ده، ولا بضيف ليه بحب وهو شايف ان ده حق مكتسب وان ده المفروض اعمله غصب عني؟ هو بيضيف ليا بحب مش مستني مني اي مقابل، هو عايز يرضيني وخلاص، ولا انا بشكل او باخر في سلوكياتي فرضت عليه بقى اصبح ده حق مكتسب انا كمان مفرضه عليه؟ طبعا ما تتوقعش انك تلاقي اجابه سريعه، اقعد مع نفسك مره واثنين وثلاثه بس بلور الفكره جوه عقلك، وهتلاقي يعني في حاجات انا مش هقدر اوصفها لك هتحسها جوه عقلك، وهتلاقي احساسك الداخلي بيقودك. المهم هنا انك وقت اتخاذ القرار لازم تكون شجاع جدا وما تضيعش وقت اكتر من كده. الحياه لسه فيها حاجات كتيره جدا ممكن نعملها، بس الانسان يحسبها صح. لو انت فضلت معايا للاخر، شكرا لوقتك، سيب لايك علشان تنشر الفيديو ده لاكبر عدد من الناس، وشاركني تجربتك في الكومنت، اكتب لي انت ايه اكتر بوينت او اكتر مقياس لفت انتباهك اكتر. اشوفكم على خير، باي باي.